ازيكم يا بنات يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده ام محمد جايبه لكم فوائد قشر الثوم، ولو نقعناه في الميه ايه الفوائد اللي احنا هنستفاد بيه، وهنستفاد ايه بميته. بس لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم لايك وتعليق وشير عشان يوصلكم كل جديد وجديد من تكاتنا ومن حركاتنا مع ام محمد. اللهم صل على النبي. انا في الفيديو اللي قبل كده نقعت التوم في الجردل. اول حاجه نقعته عشان اغسل قشر ويبقى سهل، وفي نفس الوقت كنت بقشر كميه كبيره وعشان يساعدني فين في التقشير. يعني لما بتنقعيه في الميه شويه بيوفر ايه، بيساعدك في التقشير. اللي هو كده انا نقعته في الميه عشان اولا اغسله يبقى سهل في الغسيل، واللهم صل على النبي يبقى سهل في التقشير. سبته شويه يبوش وبعد كده غسلته وطلعته ماشي. وبرده بعد ما هقشره هغسل قشر تاني لان انا هستفاد بيه وهعمل بيه ايه، حاجات كتير قوي هتفيدنا. يعني اقشر التوم واطلع التوم وبعد كده نستفاد بقى بالقشر، القشر الحلو الجميل ده. بعد ما غسلناه كده ونضفناه وشلنا منه اي حاجه مش نظيفه، لسه برضو هشيل منه لو في اي حاجه قدامي كده هشيلها واحطه ينشف في الشمس ماشي. وبعد كده اللهم صل على النبي هنعمل منه توم بودر، بدل ما بنشتري توم البودر بشيء وشويات. بعد ما هنغسله، لو عايزين تعرفوا الطريقه اطلبوا مني في التعليقات، هعمل لكم فيديو مخصوص لطريقته. احنا دلوقتي هنعمل منه اللهم صل على النبي، هنعمل منه ايه، هنعمل منه بتاع ده توم باودر. نقي الورقه النظيفه، الورقه النظيفه الحلوه، وننشفها الاول في الشمس وبعد كده هننشفها على النار ونعمل منها توم باودر. ايه بقى يفيدنا بايه تاني؟ قشر التوم هقول لكم بقى ليه فوائد تانية كتير. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على الرسول في التعليقات. حاجة جبارة بقى يا بنات والله العظيم ومفيدة جدا. لو حرقنا قشر التوم في البيت مرة في الأسبوع بيساعد على تموت البكتيريا في البيت، اي جراثيم في البيت، اي ميكروبات. ريحة التوم المحروق في البيت بتضيعها بتاتا وبتحميكي من امراض كتير جدا. بجد الموضوع ده عن ابحاث علمية، جربيه مش هتخسري حاجة. شوية قشر توم واحرقيهم مرة في الاسبوع في البيت، هتلاقي اي بكتيريا، اي حاجة في البيت، اي حاجة ضارة هتلاقيها راحت على طول. كمان يا بنات لو مش عايزين تعملوا منه توم باودر او تحرقوه، مع انه والله العظيم بيفيد في حاجات كتير جدا، زي ما احنا في الجردل كده والقشر وهو مبلول. لو عندك طيور، لو عندك طيور ورميته لهم هياكلوه، كل البكتيريا وكل الحاجات اللي في معدتهم. اولا ده علاج مضاد للطيور. احنا بناكلهم فصوص توم، لا احنا هناكلهم دلوقتي قشر التوم، هيستفيدوا بيه وهنضف لهم معدتهم ويطهر لهم معدتهم، وفراخك وطيورك تبقى حاجة كده موردة وحاجة ما شاء الله عليه. بجد والله العظيم قشر التوم ده حكاية ورواية. يعني بدل ما نرميه هنعمل منه فوائد كتير قوي. حاجة هتحمي البكتيريا، تطلع لنا البكتيريا اللي في البيت، وحاجة مفيدة، حاجة بنشتريها بسعر كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم.